لماذا دمر لبنان؟ أهلا بكم أصدقائي المشاهدين في حلقة جديدة نتناول فيها قضية تمس قلوبنا جميعا. قضية تدمي القلب وتدمع العين. قضية تشعرنا بالعجز أحيانا، ولكن علينا مواجهتها بشجاعة وأمل. نعم، سنتحدث اليوم عن لبنان. لبنان الجمال، لبنان التاريخ، لبنان الثقافة، لبنان الذي كان يضرب به المثل في الرقي والازدهار. لكن ما الذي حصل؟ كيف وصل لبنان إلى هذا الوضع المأساوي؟ دمار لبنان لم يأتي بين ليلة وضحاها، بل هو نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية على مدى عقود. إليك أهم الأسباب التي أدت إلى دمار لبنان. أولاً، الفساد. ذلك السرطان الذي نخر في جسد الدولة اللبنانية وأنهك مؤسساتها. فساد سياسي مجذر في نظام المحاصصة الطائفية. ثانياً، الانهيار الاقتصادي. ذلك الكابوس الذي يعيشه اللبنانيون يومياً مع انهيار عملتهم الوطنية وتآكل مدخراتهم. ثالثاً، التدخلات الخارجية. فلبنان، وكما نعلم، لطالما كان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. رابعاً، انهيار الخدمات الأساسية. فقد أصبحت الكهرباء حلماً، والمياه ملوثة، والطرقات مهترئة. خامساً، الانقسام المجتمعي. فتعمقت الهوة بين اللبنانيين، وتحول الاختلاف إلى عداء. سادساً، انفجار مرفأ بيروت. تلك الكارثة التي هزت العالم وكشفت هشاشة الدولة اللبنانية. سابعاً، هجرة العقول والكفاءات. فقد هاجر من لبنان خيرة شبانه وشاباته بحثاً عن فرص أفضل. ثامناً، غياب الرؤية الإصلاحية. فالنخبة الحاكمة لا تزال تتمسك بمواقعها ومصالحها. النتيجة، دولة فاشلة بكل المعايير. لبنان اليوم يعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1850 حتى تصنيف البنك الدولي. انعدام الثقة بين الشعب والدولة. تهديد وجودي بسبب تفكك السلطة وانتشار الميليشيات. ولكن رغم كل شيء يبقى الأمل. فلبنان يستحق الحياة، يستحق أن يعود إلى أمجاده. هل هناك أمل؟ نعم، لكن الحل يتطلب ثورة إصلاحية حقيقية، ليس تغيير أشخاص فقط، بل نظام كامل. محاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة، إعادة بناء الدولة المدنية بعيداً عن الطائفية. لبنان يمكنه النهوض، لكن الأمر يحتاج إلى إرادة داخلية ودعم دولي عادل.